اول ما دخل عليا شهر اتنين حسيت ان انا مضغوط والوقت مش كفايه. هو اوريدي كده كده طول السنه الوقت ما كانش كفايه، بس في الفتره دي بالذات حسيت ان هو مش كفايه اوفر. قابلت واحد من الدفعه الاكبر مني وساعتها سالته انت عملت ايه في الالماني؟ قال لي انا ركنته لحد شهر 3 و4 وقدرت المه في الوقت القصير ده. وايوه لميته، يعني جبت كام فيه في الاخر؟ فلقيته بيقول لي ان هو جاب 39. انا حسيت الموضوع مغري جدا، لدرجه ان انا رجعت وقررت اخلي المواد بتوعي بدل ما هم 7 مواد اخليهم 6 مواد بس، واركن الالماني لحد شهر 3 و4 واركز في الفتره دي على المواد التانيه اللي هي المواد المهمه زي الكيمياء والفيزياء، الحاجات التقيله والصعبه دي. فجاه بقى صديقي ان انا بعد ما دخلت في شهر 3 و4 و5 انا لقيت نفسي بسيب المواد المهمه والصعبه اللي هي زي الفيزياء والكيمياء ومضطر ان انا اقعد اذاكر ماده زي الالماني. انا ايوه يمكن في الاخر جبت 39 من 40 في الالماني، نقصت فيه درجه واحده وقدرت المه في الاخر في الفتره القصيره دي، بس ده خلاني ضيعت وقت كتير كان المفروض استغله في مواد صعبه زي الفيزياء والكيمياء. يبقى انا المفروض دلوقتي يا اما خلصت الالماني يا اما خلاص على وشك ان انت تخلصه. اوعى تركنه في الفتره دي او ما تهتمش بيه في فتره المراجعه. مش هقول لك ان انت تعمل حاجه اوفر، بس امشي مع المدرس مش اكتر. تاني حاجه في الفتره دي غالبا هتكون قربت تخلص الانجليزي او ممكن تكون خلصته لو المدرس بتاعك سريع. انت هتدخل في فتره مراجعه الانجليزي. في الفتره دي انت هتبقى محتار ما بين حاجتين. مطلوب منك الانجليزي حاجه واسعه جدا، يعني هتلاقي قصه، هتلاقي جرامر، هتلاقي كلمات، وكل واحده من دول محتاجه وقت كتير جدا. فلو سبت كل ده غالبا ده هيخليك تضيع مواد تانية. فانت ساعتها هتقع ما بين اختيارين، يا اما ان انت تذاكر مواد تانية وما ترجعش الانجليزي وتبدا يضيع مراجعه ورا مراجعه وتلاقي نفسك ضاع منك خالص، يا اما ان انت تذاكر حاجه وتسيب حاجه. فلما تيجي تذاكر حاجه وتسيب حاجه، الحاجه اللي انت هتذاكرها هي الكلمات والحاجه اللي انت هتسيبها هي الجرامر. لو قعدت 4 ايام ضاغط نفسك كاملين انت ممكن تلم جرامر المنهج وانا مش ببالغ. انما الكلمات انت لو قعدت 10 ايام كاملين تذاكر كلمات انجليزي المنهج انت هتلمهم، بس على ما توصل ل 10 يوم هتكون نسيت كلمات اول يوم. بقى امتحان الدفعه بتاعتي انا ما كانش فيه حرفيا ولا سؤال جرامر. سؤالين الصراحه. انا كنت عمال ادور في الامتحان كله على الجرامر اللي انا بذاكره من اول السنه، مش لاقي. الامتحان كله كان عباره عن ثروه لغويه وقصه طيور الجنه. حاجه في الفتره دي جريده الجمهوريه بتبدا تنزل اسئله في اخر الجريده كده كل يوم ماده مختلفه. ضروري جدا تشتري الجريده دي وتبدا تحل فيها كل يوم، والاسئله اللي تقف معاك او هي بتبقى بالاجابات كده كده، الاسئله اللي هتقف معاك ومش فاهم سببها روح بيها للمدرس بتاعك خليه يشرحها لك، الموضوع هيفرق معاك جدا. انا افتكر في اخر السنه عندنا كميه قرايد كبيره جدا. رابع حاجه، سواء انت كنت خلصت الكيمياء الكهربيه او ما خلصتهاش حاول تبدا في العضويه، وهي للاسف هي مش اسهل حاجه ومش سهل ان انت هو دايما يقعد يقول لك العضويه مش صعبه، لكن للاسف هي مش سهله برضه. ابدا فيها اللي هو بقى تتعمق وتوصل للكحولات والكلام ده. ابدا فيها بس اساسيات، ان انت تحفظ التسميه بتاعتها، مثلا الميس اس بروب بيوت، الكلام البسيط ده هيفرق معاك جدا. بس الالكان والالكين والالقاين ان انت تخلص الثلاثه دول ده كفايه جدا، واللي هو حرفيا ربع العضويه. ده كفايه جدا ان انت تكون وصلت لدرجه فهم عاليه في العضويه. طبعا بالنسبه لموضوع العضويه ده في حاله ان انت ما كانش عندك حاجه متراكمه عليك قبل كده، انما لو انت عندك حاجه متراكمه قبل كده اياك ثم اياك ان انت تفكر تبص على العضويه دي اصلا. العربي والانجليزي سواء القصه دي او القصه دي فكفايه ان انت تسمع ليهم فيديو يشرحهم، لكن بعد ما تسمع الفيديو هتلاقي ان في حاجات واقعه منك محتاجه تتذاكر محتاجه تتفهم. القصه بتاعت الانجليزي والقصه بتاعت العربي، القصتين دول لازم يخلصوا قبل ما الشهر ده يخلص، عشان ما تجيش في الشهور الجايه اللي هي هتكون مهمه تلاقي نفسك شايل هم حاجه زي القصه. شهر 2 انا عملت حاجه مهمه جدا فضلت فارقه معايا لحد اخر السنه. انا كنت تقريبا مش فاكر كنت في داخل فين في الفيزياء، بس انا قررت ان انا راجع الباب الاول في الفيزياء مع اللي انا وصلت. المراجعه مش هتكون على هيئه ان انت تحل حاجات جديده ولا تذاكر القديم. المراجعه هيبقى عباره عن 4 ايام كل يوم هتذاكر فيه درس وهتحل عليه نفس الاسئله اللي انت كنت حللها قبل كده، سواء بقى كنت حلل في كتاب الامتحان في المرجع ايا يكن الكتاب اللي انت كنت حلل منه. لما تيجي تحل هتلاقي ان في اسئله كتير قوي مش ظابطه معاك، اسئله كتير انت مش فاهمها، مع ان الاسئله دي انت كنت حللها قبل كده وكاتب الملحوظات. هتحس ان انت بتقرا الملحوظات دي لاول مره ولا كأن ان انت نفسك اللي كنت كاتبها قبل كده. بقول لك ساعتها ما تتضايقش، انا شخصيا كنت كده، بس صدقني انت هتتصدم لاني تالت مره لما تيجي في فتره المراجعه معاهم هتلاقي ان الباب ده مفيش اي حاجه فيه، بحيث ان غيرك كلهم بيشتكوا منه لانه هيبقوا هم بيحسوا بالشعور اللي انت حاسه دلوقتي، لكن انت ساعتها هتبقى غير كده خالص. الباب ده بقى قد ما هو تحسه سهل قد ما بيجي اسئله عليه لفه وصعبه. بيستو هو ليفل فهم معين، لو انت وصلت له في الباب ده خلاص انت كده اتقنته ومش محتاج اكتر من كده، فباذن الله بعد المراجعه دي انت هتوصل للليفل ده. بقى الباب التاني كيمياء، الباب ده انا عارف ان هو قد ايه رخم وقد ايه كان رخم عليا انا شخصيا. باب كله معادلات كده وما تفهمش، يعني مهما تحفظه هتفضل تنساه، عشان كده حاول تحفظه تاني. وانا عارف بقول لك اهو، يعني الباب الاول فيزياء لما تذاكره وترجع تشوفه في اخر السنه انت هتكون فاكره.
الباب التاني كيمياء، انت هتذاكره دلوقتي وهترجع في اخر السنه هتكون ناسيه برضه، بس لما ترجع له اخر السنه هياخد منك وقت نص الوقت اللي خده منك تاني مره. دول بالذات دونا عن بقيه المواد مهم ان انت تلمهم، لانهم بياخدوا وقت كتير جدا في فتره المراجعه، فانت هتوفر على نفسك وقت كتير. انت دلوقتي شايف الزنقه اللي انت فيها دي، وان انت حاسس ان مفيش اي وقت خالص. انت لما تدخل في شهر 4 و5 هتكتشف اللي هو اوف، ده انا في شهر 2 ده انا كان معايا وقت يخليني مش هطلع من اوائل الجمهوريه، ده انا احتل الكوكب. لو افتكرت شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 انت هتقول انا كان معايا وقت كتير جدا في الفتره دي، مع اني لو كنا جبناك في الفتره دي انت كنت هتقول ما انا ما كانش معايا وقت وكنت مزنوق. هي فتره الثانويه العامه كده اللي هو بتفضل تضغط فيك، فانت تتصرف وتطلع وقت، فتكتشف ان اللي فاتت ده كان عندك وقت فتضغط اكتر، فتكتشف ان وهكذا بقى. اول فيزياء المفروض ما ياخدش منك مراجعته اكتر من 4 ايام لو انت كنت مذاكره كويس، مش مذاكره كويس لا فهياخد اكتر من كده. بالنسبه بقى للكيمياء فهو المفروض ما ياخدش اكتر من اسبوع. التقسيمه بتاعته قسمه انت براحتك. بص شهر 2 ده من الفترات اللي هتبدا بجد غباء الثانويه العامه تشوفه، اللي هتبدا فيه تشوف الفتره اللي مش حلوه اللي محدش حاسس فيك بيها. دي اول فتره او اكتر فتره هتحس فيها ان انت مش مستعد خالص لان انت تدخل امتحان اخر السنه. لو جربت تفكر في اي ماده هتحس ان انت مش مستعد ان انت تدخلها، انت مش بالامكانيات الكافيه. المشاعر دي كلنا بنحس بيها. جيلك الجامد قوي اللي انت بتقارن نفسك بيه هو نفسه هيبقى حاسس نفس المشاعر دي. عايز اقوله لك تاني ان انا كنت هناك وكنت حاسس باللي انت حاسس بيه ده، وانا خرجت وعديت، وعايز اقول لك يعني لا الحمد لله الدنيا جميله، مع اني كنت حاسس بنفس المشاعر اللي انت حاسسها دلوقتي في شهر 2 ده، وحاسس ان انا مستحيل اوصل ومستحيل كل ده، بس لا صدقني انا عديت. بقعد اتفرج على الفيديوهات بتاعتي اللي كنت عاملها في ثانويه عامه، انا عايز اقول لك هي لحد دلوقتي يمكن تكون بتاثر في النفسيه، بس مع ذلك هي عدت. دي لو انت هتتعلم منها حاجه بجد هي ان كل مر سيمر. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت اظنها لا تفرج، وان بعد العسر يسرا، ان بعد العسر يسرا. اخر انا كدكتور صيدلي احب اقول لك لا تحزن ان الله معنا، والسلام عليكم.